وخليك عارف ان دايما البشر هم اللي بيحسموا الحرب مش الآلات او الطيارات او المكن. القوة اللي بتحمي الحدود وبتمنع اي حد ان هو يحتل اي شبر من ارضك هي القوات البرية المصرية. والجيش المصري هو اصلا جيش بري في الاساس، جيش مهمته الدفاع عن الارض، وبيظهر في نوعية وحجم التسليح اللي موجودة فيه. جيش نظامي مش جيش فرق، احنا بنتكلم عن قوة مدرعات مكونة من آلاف الدبابات اللي تعتبر مجموعة من الدبابات الاقوى في العالم كله. مصر مش بس بتشتري الدبابات دي بتجمعها وبتصنعها بالتعاون طبعا مع امريكا، وده بيديك ميزة استراتيجية ضخمة في الصيانة. بس يا ترى ليه؟ القوة دي مش مجرد حديد مركون في الورشة وخلاص، دي قوة عندها خبرة عملية اكتسبتها في عمليات كتير حصلت عشان خاطر يأمنوا بيها الحدود البرية. في أي حرب حديثة من أول الحرب العالمية الثانية لحد النهاردة القاعدة واضحة، اللي بيكسب السما هو بيكسب الحرب. والقوات الجوية المصرية فهمت الدرس ده كويس من حروبها اللي فاتت. عشان كده القوات المصرية في آخر 20 سنة عملت حاجة ذكية واستراتيجية جدا، نوعت مصادر سلاحها الجوي. التنويع ده بيديك ميزة استراتيجية جامدة جدا. أولا مفيش دولة واحدة في العالم تقدر تقطع عنك قطع الغيار أو تفرض عليك حظر سلاح وتوقف لك أسطولك كله عن الطيران. لو الغرب كله قطع عنك قطع الغيار عندك الشرق.